السلام عليكم. برهان ترش الوسخان لأول مرة في حرب 15 إبريل من تركيا عن تدخل الخارجي، عن تدخل الإماراتي، عن مبادرات الإماراتية اللي قادوا من أجل إنه الإمارات يوقفها. برهان ترش الوسخان حقه وحق إمارات وحق أثيوبيا وحق تدخل الخارجي. ما تنسى المطابة والإكسبلور وصلاتك على النبي وخليني أديك الترشة دي كيف. برهان قال بكل صراحة: واجهنا الأمارات مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلي الرباعية، وكان وفد بقيادة وزير خارجية ومدير جهاز الأمن والمخابرات وقائد الاستخبارات، ولم يستطيع وفد الإمارات الدفاع عن نفسه. فكيف تصر الإمارات على الوضع نفسها كوسيد؟ يعني واجه الإمارات أكثر من مرة. وقال تصريح خطير جدا لحلفاء الميليشيا في الخارج: السودان مفتوح للجميع، تعالوا كان تقدروا. وقال الذين كانوا ينصحون بالاستسلام في السابق عليهم الآن بمناصحة الميليشيا بالاستسلام. اتكلم عن تدخل الأثيوبي والمعسكرات الأثيوبية اللي قاعد يتعمل في بني شنغول، وقال من يعتقد السودان ضعيف فهو واهم، ومن يريد أن يجرب ويشوف السودان من أقوى الدول عسكريا. أنا ما أعرف الأقوى الدول عسكريا، وكل يومين بنخسر في منطقة ماشيين كده. يا برهان تعالى السودان وورينا القوات العسكرية دي كيف. وقالوا في ترتيبات جديدة والدنيا بيتم. المهم أنا منتظر نشوف البل بعد ذاك نبيل معك. تحياتي لكم.